فتاني هقول لك رسميا كريستيانو رونالدو داخل نادي الاهلي لمدة شهر. خبر عاجل وحصري في نادي الأهلي، وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن 3 صفقات رسميا في نادي الأهلي، و5 مليون يورو لتدعيم صفوف خطوط نادي الأهلي. وأول صفقة معنا هو كريستيانو رونالدو الأسطورة، رسميا أهلاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من تايم الأهلي. ورسميا الكابتن محمود الخطيب يعلن عن ضم كريستيانو رونالدو للأهلي في يناير المقبل، أو التعاقد اللي هيفتح قبل كأس العالم 2025 قبل البطولة بأسبوع. التعاقد هيفتح طبعا تصريحات من رئيس الفيفا بأنه هو هيفتح التعاقد للأندية قبل البطولة بأسبوع، ويقدر يشتري أي لاعب وينضم للنادي بتاعه للمشاركة في البطولة. خليك مكمل لحد آخر الفيديو علشان إيه ما تقولش أو تكتب الكلمتين من أول الفيديو وما تسمعش الباقي. فأنا عايزك تسمع كل الكلام لحد آخر الفيديو. حلقة جديدة ان شاء الله تكون حلقة مميزة، وتعمل لايك كده وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، ولو ما عملتش كده شرف ليا ان انت قاعد بتتفرج عليا. وكمان تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اهم نقطة تصلي على النبي. فين بقى الناس؟ انا عايز بس الناس تطلع كده تقول كريستيانو مين هيجي، وتعلق وتقول لي اصل انت بتطلع تقول اي حاجة والكلام ده كله. انا هقول لك بس شويه حاجات كده، خليك مكمل لحد اخر الفيديو علشان ايه ما تقولش او تكتب الكلمتين من اول الفيديو وما تسمعش الباقي. فانا عايزك تسمع كل الكلام لحد اخر الفيديو، واحكم انت بنفسك وقول فعلا كريستيانو هيجي نادي الاهلي ولا لا، ولا انا بقول اي كلام. رئيس الاتحاد الفيفا، تمام، قال في يوم القرعه بتاعه كاس العالم، قال التعاقد هيفتح لكل الأندية قبل البطولة بأسبوع. وفي الأسبوع ده تقدر طبعا هيكون كل الأندية مرقدة على الصفقات اللي هي عايزاها، عشان أول ما الأسبوع ده يفتح اللعيبة تروح جاية أو الأندية تروح جاية ضم اللعيبة اللي هي عايزاها. عشان بس الناس ما تقولش ان يعني هو كل نادي هيلحق يجيب في الاسبوع ده. لا، ما انت حضرتك هيكون انت مجهز بقالك شهرين او من اول بعد التعاقد ما يقفل بتاع يناير. لو انت ما لحقتش في التعاقد بتاع يناير، تقدر بعد التعاقد ما يقفل بتاع يناير تقدر تكلم اللاعب اللي انت عايزه لحد ما تيجي الاسبوع يفتح تروح جاي ماضي معاه وخلاص وشكرا. ما هو مش قايل لك ان انت يفتح لك الاسبوع تبدا تتفاوض، لا، عشان ما حدش بس يبقى فاهم غلط. هو قايل لك هيفتح لمده اسبوع تكون انت مجهز الصفقه اللي انت عايزها تمضي معاها، عشان هو اسبوع واحد اللي هيتفتح وبعد كده هيقفل التعاقد. خلينا نكمل بس لحد الاخر. وقال ايه بقى؟ قال لو انت مش قادر تجيب لاعب ويقعد معاك سنه او سنتين، حط بند تاني وقال لك ان البند ده اللاعب اللي انت تقدر تتعاقد معاه تجيبه لمدة شهر فقط، اللي هو الشهر اللي هيتلعب فيه البطولة او الشهرين مثلا. طب ماشي معاك لحد الاخر. طب انا دلوقتي جبت اللاعب لمدة شهر، طب انا هدفع له ازاي؟ ولا العقد بتاعه هيكرب ازاي؟ قال لك اللاعب هتدفع له العقد الشهر فقط. يعني انت الشهر بتاعه بيقبضه مثلا في النادي اللي هو بيلعب فيه. مثلا احنا بنتكلم على كريستيانو رونالدو، بياخد مثلا 2 جنيه، انا بقول لك مثلا. فلو بياخد جنيه في النصر، الاهلي هيديله جنيه في الشهر، يعني هيديهوله. وفوق ده كله ان هو هياخد جوائز لو الاهلي يعني خد مرحله بعد المجموعات ووصل لدور 16، فطبعا الجوائز بتاعتها بتزيد. فاللاعب هيبقى ليه برضه فلوس من الجوائز دي. يعني اللاعب هيكون واخد شهره عادي، وهيكون بس مكسبه
الجواز دي. تمام كده، سهلها اهو. طب ايه علاقة اللي انت بتقول ان هيفتح وهتجيب شهر، هتجيبه شهر ويرجع تاني، ان كريستيانو ينضم النادي الاهلي؟ عشان هو ما عملش كده غير ان هو عايز يخلي كريستيانو يتعاقد مع اي نادي يلعب فيه كاس العالم، زي ما هو خلى انتر ميامي عشان مستضيفة البطولة تلعب في البطولة. طبعا لو كريستيانو او ميسي كان بيلعب في اي نادي غير انتر ميامي كان هيخلي النادي ده هو اللي يلعب في البطولة. فانتر ميامي محظوظ ان هو كان بيلعب فيه ميسي، عشان كده هيشارك في البطولة دي. فهو عاوز كريستيانو يلعب في البطولة. كريستيانو الناس هتطلع تقول لك هيروح الهلال، كريستيانو من الصعب جدا 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 يروح الهلال. الهلال خلاص مستكفي على كده، مش هيجيب صفقات وهيكمل باللعيبة اللي هو معاه يعني وكده. فكريستيانو قدامه مين؟ مفيش فرقة في كأس العالم هتقدر على الشهر اللي هتدفعه لكريستيانو غير الأهلي. الأهلي يقدر يدفع ده، والكابتن محمود يقدر يدفع ده. الكابتن محمود الخطيب لما اتعرض عليه كريستيانو واتعرض عليه ساديو ماني من المستشار تركي الشيخ، وانا طلعت وقلت لكم ان في عهد الكابتن محمود الخطيب مش هي مش هيتعاقد اي لاعب او اي لاعب هيجي من طرف الكابتن او المستشار تركي الشيخ. الكابتن محمود الخطيب هيرفض. مفيش لاعب هينضم النادي الاهلي من المستشار تركي الشيخ في عهد الكابتن محمود الخطيب. اصدقك لو الكابتن محمود الخطيب ساب رئاسة النادي ممكن المستشار تركي الشيخ يجيب اي لاعب للنادي الاهلي. طب ايه اللي جدد ايه اللي جد في الحوار؟ الجد اللي في الحوار اللي خلى الكابتن محمود الخطيب فكر في الحته دي، ولما رئيس الاتحاد قال لك ان تقدر تجيبه شهر وترجعه تاني، فالكابتن محمود الخطيب ما قال ما فيش اي مشكله، اجيب 3 صفقات اساميهم. هو قال كده، قال هجيب 3 صفقات جامدين، ناس بتلعب، ناس ليها تاريخ للاهلي، حتى لو هيبقى يعني مدار الشهر ده بس فقط. فوارد جدا الكابتن محمود الخطيب يتواصل مع اللاعب كريستيانو او الاسطوره كريستيانو رونالدو ويلعب لنادي الاهلي لمده شهر. الاهلي مش هيتكفل بس غير المبلغ بتاع كريستيانو او الشهر بتاع كريستيانو. فطبعا الاهلي داخل البطوله واخد فلوس، انت اصلا كاسم كمشارك في البطوله واخد مبلغ جامد جدا، فتقدر ان انت تدفع لكريستيانو، تقدر تدفع ان انت تجيب صفقتين تاني مع كريستيانو حتى لو جه كريستيانو او ساديو ماني. وفوق ده كله بقى في بند تاني قال لك عليه رئيس الفيفا، قال لك لو انت عندك 5 اجانب، لو جبت 5 زيهم في، يعني انت اصلا هو مدي لكل نادي، ما هو انت مش مدي الحريه لكل الانديه اللي هي تجيب مثلا 6 7 10 لعيبه، لا هو حاطط لك بس بند اللي هو يقول لك جيب 5 لعيبه فقط في الاسبوع ده. هتكون انت كل فريق عايز هيضم 5 لعيبه فقط. وقال لك ما عنديش اي مشكله او ما فيش اي مشكله ان يكون ال5 دول اجانب، حتى لو انت عندك يعني الاهلي اللي عنده 5 اجانب مش هيقدر يجيب اجنبي، لا هو قال لك لو انت عندك ال5 اجانب هحط 5 تاني عليهم، يعني معاك 10 اجانب تلعب بيهم. فحاجه يعني حاجه ريحت الكابتن محمود الخطيب من الحته دي. قال لك بقى عادي انا ممكن اجيب الاثنين دول ساديو ماني وكريستيانو وينضموا النادي الاهلي، فمش هيضروا اللعيبه الاجانب اللي عندي ويشاركوا معانا الشهر. يا عم اعتبرها ماتش الاهلي واتلتيكو مدريد لما جبنا الله يرحمه احمد رفعت من نادي الزمالك لما كان بيلعب في نادي الزمالك، وجبنا لعيبه كتيره من الدوري الاماراتي. يا عم احنا هنعتبرها كده. ف ف فحوار كريستيانو، اربطوا الكلام ده بان رئيس الفيفا قال الكلام ده مخصوص ان كريستيانو يلعب في البطوله. صدقتني بقى يلي بتقول كريستيانو مش هيلعب ومعرفش ايه؟ طب انا بقول لك اهو، هطلع من هنا لحد يوم شهر 7 او شهر 6 الجاي بتاع البطوله، هطلع كل يوم اتكلم على صفقه كريستيانو. لو انت بقى
مش مصدقني لحد دلوقتي، لحد ما تصدقني وتقتنع ان كريستيانو لابس تيشيرت نادي الاهلي ورقم 7 كمان من كهربا. كهربا هيسيبه له ساعتها. فتاني هقول لك رسميا كريستيانو رونالدو داخل نادي الاهلي لمدة شهر. العنوان ده هقوله لك، مسيرة هقوله لك في اول فيديو الاهلي هيتعاقد مع كريستيانو فيه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان انتظرونا بكره ان شاء الله في حلقه الساعه 2، حلقه مميزه جدا جدا جدا. وهقول لك المفاجاه بقى اللي الكابتن محمود الخطيب قالها لمارسيل كولر ولجنه التخطيط، هقولها لك بكره الساعه 2. انتظرني في حلقه بكره. وكمان ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، ده اهم حاجه، تذكر الله وتصلي على النبي وتضغط على اللايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جميع اخبار نادي الاهلي. ولو ما عملتش كده طبعا على دماغي ان انت قاعد بتتفرج عليا. وفي النهايه شكرا لدعمكم واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.